السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل مع بعض كلامنا عن منصة أجزية. ايه تاني ممكن نتكلم فيه؟ شايفينه هنا في البيانات العملة، شايفين هنا فوق دي ما يخص السوشيال ميديا بتاعة العملة. العلامة دي اللي هو الاكونت بتاع تويتر، البروفايل يعني بتاع العملة. لو دوسنا عليه كده هيوديك على ايه؟ على التويتر بتاع العملة. سوري، يوديك على التويتر بتاع العملة. هنا بامب فن، علامة البامب فن هيوديك على الموقع بتاع البامب فن، الاكونت بتاع العملة على البامب فن. هنا علامة السيرش لو عايز تسيرش على العملة على تويتر، والسي اي بتاعها. وتاني حاجة تاني لازم ناخد بالنا منها، شايف العلامة دي معناها العملة دي بامب فن، العلامة دي معناها دي بونك، على منصة بونك. تعرف بس عشان تبقى عارف العملة على أي منصة. ايه تاني؟ لو العملة متكلم عنها مثلا مؤثر قوي، هتلقى العلامة دي، ولما تقف عليها هيجيب لك التويتاية اللي هو قايلها. شايف دي التويتاية اللي عاملها اللي هي القوية لحد مؤثر قوي، بيبقى مثلا ده عنده 3.3 مليون فولور، ودي التويتاية، فده اللي عامل ضجة للعملة. ماشي. الرقم ده 3 hours، ده الوقت اللي اتعملت فيه، من كام ساعة اتعملت العملة. حسب الوقت ده بيبين لك العملة دي مولودة من قد ايه. الخانة الأخيرة دي بقى طبعا ماركت كاب، ده القيمة السوقية للعملة. الفوليوم ده مقدار الفلوس اللي دخلت وطلعت من العملة في الوقت، يعني من اول ما اتكريتت لغايه دلوقتي 22,000 دولار. طبعا الفوليوم ده اهم من الحاجات المهمه جدا في بصتنا للعمله، ان تكون الفوليوم بتاعها قوي. تمام. علامه الاف واللي جنبها رمز السولانه دي الرسوم السولانه اللي اتدفعت في العمله لغايه دلوقتي. تمام. التي اكس اللي هي الترانزاكشنز اللي اتعملت في العمله، عمليات البيع والشراء، 1400 1000. يعني رقم، كل ما بيكبر الرقم طبعا كل ما معناها ان العمله فيها تعاملات كتيره. ده باختصار المؤشرات اللي بتظهر لك قدامك وانت بتفحص اي عمله. تحاول تبص على الحاجات دي، هي اللي بتقرر لك اذا كنت هتدخل العمله دي ولا مش هتدخلها. تمام. هو المنصه بتاعت اكزيم بتبين لك بنسبه كبيره اصلا، يعني بتلاقيها عامل لك علامات حمراء وخضراء عشان تقول لك ده حاجه خطر. يعني 66% ده رقم كبير، ما تدخلهاش. والديف مع 60% من التوكنز، ده طبعا خطر. وفيها 60% سنايبرز، دي عمله خطيره ما ينفعش تدخلها. تمام. تحاول نشوف الارقام دي تبقى قليله. التوب 10 لازم يبقوا التوب هولدر، اللي هم اعلى 10 في العمله، يبقوا قليلين. البابل ماب تبقى صحيه، تحس ان هي هيلثي كده، يعني ما تبقاش دوائر كلها جوه بعض. شايف دي الى حد ما كويسه، وهكذا. وهنا الديف سولت، وهنا نسبه السنايبر 3%، والانسايدرز زيرو، والبندل 7%. دي عمله كويسه. وبص الفوليوم فيها قد ايه، 1.4 مليون. دي عمله كويسه. فاهمني؟ فتحتها كده تلاقي العمله دي شكل الشارت بتاعها ان شاء الله يبقى كويس. انتهت للاسف. يعني طبعا للاسف الجماعه السكامرز اللي بيعملوا عملات دلوقتي بقوا بيتحايلوا على كل الطرق عشان تبقى فاهم. يعني ممكن العمله كل بياناتها تبقى سليمه وبرضه تطلع سكام، زي ما احنا لسه فاتحين وشايفين دلوقتي. يعني هم بقوا بيعملوا كل حاجه، بس احنا بناخد بالاسباب وبنحاول نعمل اللي علينا. ما تدخلش عمله اصلا علاماتها وحشه، فخلاص ملهاش لازمه، هبقى بضيع وقت ومجهود على الفاضي. تمام. الرمز الكره الارضيه دي الموقع بتاع العمله، يعني الويب سايت بتاعها. تقريبا دي الاشارات اللي ممكن تقابلها. بص دي بتمايجريت دلوقتي، شايف كاتب لك مايجريتنج. هي دلوقتي بتنتقل من من منصه بونك لمنصه الريديوم. وهتلاقيه كاتب لك كده، شايف حتى مرسومه اهي من علامه البونك اهي لعلامه الار اللي هي الريديوم. واضحه اهي، بس هي عشان الكويك بوي بيظهر على طول هنا. وهنا ممكن تعمل سنايب، لو انت هتسنايب بتحط كام سولانه وتدوس بيقنصها اول ما تنتقل على طول. يعني انت لو عامل هنا بتظبطها في السيتنج وبتشتري. تمام. حاجه تاني ممكن نتكلم عليها سريعا كده، دي اللي هي الفلترز. الفلترز دي بتختار منها ايه الحاجات اللي انت عايزها تظهر، عايز يجيب لك العمله اللي فيها المواصفات دي. يعني مثلا هنا انا مختار بامب، يبقى منور على بامب مثلا وبونك كده، انا عايز المنصتين دول بس. لو عايز تحط في السيرش كي ووردز هنا بتحطها. البوندنج كيرف عايز تقول له مثلا لما توصل ل 80% من البوندنج كيرف يوصل 80%، هاتها لي 90%، هاتها لي. لو انت عايز تشوف العملات اللي خلاص قربت تنتقل. تمام. هنا الايج، تحط الوقت اللي انت عايزه.
التوب 10 يبقوا كام، الديف هولدنج قد ايه، السنايبرز قد ايه، الانسايدرز، البندل، كل الحاجات دي تحطها لو انت عايز تختار فلاتر معينه تشوف بيها ايه العملات بتاعتك. ده اختصار سريع، شرح سريع كده لصفحه البلس في الاجزام. طبعا الاجزام هي منصه كبيره، والصراحه هي منصه قويه جدا وممتازه، وبنصحك تاني لو انت عايز تتريد على منصه اجزام تدخل من الرابط اللي عندنا في الجروب، وهتلاقيني سايب لك الرابط اسفل الفيديو وموجود في الحلقه اللي فاتت. وانصحك تيجي تتابعنا على قناه التليجرام، احنا عندنا القناه مجانيه بالكامل، بنقدم فيها توصيات يوميه، وما شاء الله عاملين شغل كويس وبنتفاعل مع بعض، وعندنا جروب شات. ادخل استفيد، هعرض لك بعض البي ان يعني الصور اهي بتاعت الجروب. احنا داخل فجأة دلوقتي صدفة اهو، دي عملة عاملة 7 اكس، دي نتائج المشاركين معانا الناس اللي في الجروب. حد عامل 64%، ده بي ان ال العملة 2.6 اكس، 5.9 اكس. حد جايب 84%، 131%، 4 اكس بلس 229%، 2.4%، 4 اكس، 5.4 اكس بلس 300%، بلس 271%، بلس 134%. يعني ما شاء الله عاملين نتائج كويسه جدا، الناس مبسوطه. لو عندك اي استفسارات، عايز تتعلم حاجه، ادخل اسال، الناس موجوده وهتجاوبك على كل استفساراتك. وتابعونا على جميع منصاتنا، منصات التواصل الاجتماعي، على التيك توك، على انستجرام، على يوتيوب، على الاكس. و... واخيرا وليس اخرا، ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم يا رب، وبالتوفيق ان شاء الله. ونشوفكم في حلقه جديده. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس.